حادثة صادمة لأم منتزع منها الشرف والرحمة والإنسانية، أعطت لابنها مخدر حتى تنفذ خطتها الشنيعة، ورغم حبكة التخطيط شاء الله أن تنكشف هذه الأم وتبدأ الحقائق تظهر. أنا عمر الساهي وهذا برنامج قصتنا. خلوا لايك للفيديو وتعال أحكي لكم. هلا يا شلونكم؟ قصة اليوم تعلمنا انه الاشياء اللي ما ترضي رب العالمين مصيرها تنكشف مهما كان التخطيط إلها بذكاء وحذر. بتاريخ 15 من الشهر الحالي اللي هو الشهر الخامس سنة 2024 وصلت حالة مرضية لأحد المستشفيات. الدكتور اللي بهذه المستشفى وصل الخبر وطلع حتى يكشف على الحالة كالمعتاد. الدكتور شاف المريض طفل عمره 8 سنوات اسمه محمد، أمه كانت ترافقه وميتة من الخوف عليه. هذا الطفل محمد لما فحص الدكتور شافه يتنفس لكن داخل غيبوبة. سأل الدكتور أمه قالها شنو صاير له؟ قالت له ابني كان يمي بالبيت وما بي أي شيء فجأة فقد الوعي. الدكتور لما فحص جسم الطفل محمد شافه متغير لونه، شاف لونه بدأ يتحول على اللون الأزرق، فبدأ يتخذ الإجراءات بسرعة هو والفريق الطبي. وهنا بدأت محاولات إنقاذ الطفل محمد. وبعد ما الدكتور أجرى الفحوصات لمحمد وطلعت هذه الفحوصات استغرب منها الدكتور، لأنه تبين أنه هذا الطفل محمد ماخذ جرعة مخدر عن طريق حقنة، وهذه الجرعة كانت كبيرة وقوية جدا بحيث أدت لفقدان الوعي. الدكتور هنا بكل ذكاء سأل الأم قالها ابنك شنو ماخذ؟ أنت منطيته شيء؟ منطيته علاج؟ الأم قالت له لا أبد ما انطيته أي شيء. الدكتور كان متأكد 100% من نتيجة الفحص، وبدأ يلاحظ على الأم ملامحها صارت غريبة لما بدأ يسألها عن ابنها، فبدأ إحساس الشك والريبة يرتفع عند الدكتور. رجع حاول وياها مرة ثانية، سألها أكثر من سؤال، لكن الأم كانت تجاوب بخوف وتنكر إعطائها أي شيء لابنها. هنا الدكتور حس إنه هذا الأمر وراه سر، ومباشرة اتصل بمديرية الأمن. حضروا الشرطة على الفور وبلغهم بحالة الطفل ونتيجة الفحص، وحكى لهم عن حالة الأم وعن خوفها. وهنا بدت الشرطة بالتحقيق فورا مع الأم. صاروا الشرطة يسألون أم هذا الطفل محمد وهي مصرة على الإنكار، لحد ما آخر شيء الضابط قال لها اسمعيني زين، ابنك ماخذ جرعة مخدر، واللي منطيه هذا المخدر هو انت، لانك بلسانك قايله للدكتور انه ابنك كان يمك وماكو احد قريب عليه وما حد انطاه اي شيء ويمك فقد الوعي، يعني ماكو احد غيرك ممكن ينطيه هذا المخدر، فاحسن لك اعترفين باللي صار ولا تحاولين تلفين وتدورين، لان احنا ما راح نتركك لحد ما تعترفين بالحقيقة. هنا ام محمد بدت تحس بخوف وبدت تحاول تعترف، لكن بدت تحاول تزور بالحقيقة وتلف على الشرطة. قالت للضابط ها ابني كان حسيت شوية مريض وحكيت ويا بنت خالتي على الواتساب وقالت لي انطي فلان علاج واني ما ادري هذا العلاج راح يسوي بيه هيك. هنا ام الطفل محمد لما قالت هذا الكلام للضابط مباشرة سحب تليفونها، بدوا يفتشون بتليفونها ودخلوا على الواتساب حتى يشوفون المحادثات. وهنا حرفيا صابتهم الصدمة لما دخلوا الواتساب، اكتشفوا انه هذه الأم عندها دردشة على الواتساب ويا شخص مجهول الهوية. وهسه تعالوا وياي خلونا ننتقل للجانب الغامض واحكي لكم التفاصيل. أم محمد امرأة مطلقة عايشة وحدها هي وابنها محمد اللي عمره 8 سنين وبنتها اللي عمرها 10 سنين. كانت أم محمد تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي وتعلق وتراسل هذا وذاك. وبشهر الرابع من سنة 2024 دخل عليها شخص وتعرف عليها، صارت تحكي له عن وضعها وعن نفسها، وعرف حالتها الاجتماعية ووضعها المادي، وعرف كل تفاصيل حياتها، وعرف أيضا أنه هي عندها طفل عمره 8 سنين وبنت عمرها 10 سنين. الكارثة وين؟ هذا الشخص اللي دخل على أم محمد وتعرف عليها هو من جماعة الدارك ويب اللي هو الانترنت المظلم، وهذا يمكن أغلبكم سامع عنه. هذا يكون انترنت مخفي أو نقدر نقول مشفر، يعني الشخص اللي يستخدم هذا الانترنت صعب جدا الدولة أو الحكومة تحدد هويته أو تقدر تحدد موقعه. المهم هذا الشخص اللي يستخدم الدارك ويب لما تعرف على أم محمد عرض عليها عرض كان جدا مغري، بحيث خلاها تتحول من إنسانة إلى شيطانة وتفقد صفتها البشرية. عرض عليها مبلغ من المال جدا كبير مقابل إنها تبيع لأعضاء ابنها محمد، ولأنها إنسانة قليلة إيمان وطماعة وتحب الفلوس وافقت.
قالت بينها وبين نفسها خلاص أنا عندي بنت، أفرط بالولد وآخذ الفلوس. فبدت تتفاوض ويا هذا الشخص وتحاول تتفق وياه. قالت له فهمني هسه شنو المطلوب مني. قال لها أول شيء أريدك تجردين ابنش تماما من الملابس، تعريه تماما، بعدها تصوريه فيديو وترسليه إلي حتى نشوفه ونشوف شنو ممكن نستفيد منه. محمد قالت له شلون زين هو كبير شلون اصورك اياه بهذا الوضع؟ قالها ما اعرف، خدريه ولما ينام نزعيه ملابسه وصوريه. ودزلها برساله اسم مخدر، قال لها هذا المخدر روحي جيبيه من الصيدليه. وبالفعل هذه الام راحت وجابت المخدر وانطت لابنها وخدرته وصورته فيديو كامل لكل جسمه وهو عاري وارسلته لهذا الشخص. بعدها قال لها تمام شفناه وشفنا شكله وهذا ينفعنا. قالت له زين هسه شنو المطلوب مني؟ قال لها انتظريني كم يوم، لازم اروح واتفق ويا ناس شركائي لان اني مجرد وسيط. بعدها راح نتصل عليك فيديو حتى تصورين لنا ابنك حتى نقيم شكله ونعرف ايش قد ندفع بيه ثمن. وعدن يومين بعد هذا اليوم محمد متواصله ويا هذا الشخص لحد ما اجى اليوم اللي ما كانت حاسبه حسابه محمد. هذا الشخص حدد لها الموعد اللي تستعرض بيه ابنها، ولما اجى اليوم قال لها هذا الشخص الوسيط حضر ابنك وخدريه حتى نبلش، لان بعد شوي راح نتصل عليك فيديو انا وشركائي حتى تنزعيه ملابسه، وشركائي اللي وياي هم متخصصين بهذا الموضوع راح يشوفوه باتصال الفيديو ويقيمون الثمن اللي راح تاخذيه. ومره ثانيه هذا الشخص ارسل لها اسم علاج مخدر ثاني، قال لها روحي جيبيه من الصيدليه. وراحت الأم مرة ثانية بدون رحمة وإنسانية وجابت هذه المادة وأنطتها لابنها عن طريق حقنة وخدرته. واتصل عليها هذا الشخص الوسيط اتصال فيديو ويا ناس كانوا يشوفون. لكن المشكلة اللي صارت الطفل محمد بعد ما أخذ هذا المخدر دخل بغيبوبة، وبدأ لون جسمه يتغير، صار يميل على اللون الأزرق. هذا الشخص الوسيط اللي اتصل على الأم فيديو لما قالت له ابني صار بي كذا وكذا، قالها الحقيه بسرعة حتى ما يفارق الحياة، ما يصير يظل بهاي الحالة، الحقي ابنك بسرعة لازم ما يموت حتى نقدر ننفذ خطتنا ونصوره وناخذ أعضاءه. قالت لأم محمد زين هسه شو اسوي؟ أنا خايفة. قالها بسرعة خذيه وروحي للمستشفى عالجيه حتى يصحى، لأن إذا مات ما راح نقدر ننفذ خطتنا والاتفاق اللي بيننا يعتبر ملغي. محمد فورا أخذت ابنها وطلعت بيه على المستشفى حتى تعالجه. لاحظوا وياي قساوة القلب والإنسانية المعدومة عند هذه الأم. بعد كل هذا اللي صار بابنها ما تحرك ضميرها، وأخذت ابنها للمستشفى حتى تعالجه، وبعدها ترجع تخدره مرة ثانية وتبيع أعضاءه. والكارثة ما كانت هنا، اسمعوا اللي راح يصير واسمعوا الحقائق اللي راح تنكشف بعد شوي. بعد ما الأطباء فحصوا محمد واكتشفوا المادة المخدرة وبلغوا على محمد، شاءت الأقدار وشاء رب العالمين أن ينجو محمد. والأم تم إلقاء القبض عليها بتهمة محاولة التجارة بأعضاء ابنها. بعدها اللي تم اكتشافه هو السر ورا كل هذا، الحقيقة اللي حتى محمد ما كانت تعرفها. طبعا محمد من سكنة مصر، والشخص مجهول الهوية اللي كان يراسلها أيضا شاب من بلدها عايش بمصر. هذا الشاب مجهول الهوية عنده تواصل ويا شخص ثاني أيضا مصري لكن عايش بالكويت. هذاك اللي بالكويت متفق ويا هذا الشاب اللي بمصر انه يروح يدور له على نساء يحبن المال وممكن يوافقن يبيعن أعضاء أبنائهن. بعدها هذا الشخص الوسيط اللي عايش بمصر يصير اتفاق بينه وبين الأم ويتفق وياها على موعد تخدر ابنها وتفتح اتصال فيديو، من ثم يكونون وياها موجودين على الاتصال، وهذا اتصال الفيديو يكون مصور يعني مسجل بالكامل صورة وصوت، حتى بعدين يستخدمون هذا الفيديو بالجانب اللي راح أكشف لكم إياه بعد شوي. فبعدها يطلبون من الأم تخدر ابنها، بعدها تسوي له عملية الشق بالسكين وتبدي تفتحه من منطقة الرقبة لنهاية البطن، وتبدأ أمام الكاميرا واتصال الفيديو اللي يشاهدوه هذول الأشخاص تبدي الأم تستخرج الأعضاء الخاصة بابنها حسب الأوامر. اسحبي منه القلب، اسحبي الرئة، اسحبي الكبد وطلعيه وإلى آخره، على أساس أن الأم بعد ما تستخرج هذه الأعضاء هم راح يشتروها منها، ويشتروها عن طريق الوسيط اللي هو الشخص الثاني اللي عايش بمصر، ياخذهن هذه الأعضاء منها ويرسلهن للشخص الثاني اللي بالكويت، وهذا اللي بالكويت هو يرسل الفلوس للوسيط اللي بمصر، والوسيط اللي بمصر هو يحاسب الأم وينطيها فلوسها. لكن بالحقيقة لا أكو شراء ولا أكو أي شيء من هذا.
تبين انه هذا الشخص المصري اللي عايش بالكويت واللي يستخدم الانترنت المظلم ملفق فيلم شراءة الاعضاء وهو غايته غير شيء، ومستغل غباء وطمع هذا الشاب الوسيط اللي عايش بمصر ومخليه يستغل الامهات ويقنعهن. بالحقيقة هو هدفه ان يصور هذه مكالمة الفيديو اللي يتم بينه وبين الام اثناء ما تستخرج اعضاء ابنها، بعدها يحتفظ بهذا الفيديو ويروح يبيعه على مواقع سرية بهذا الانترنت المظلم اللي اسمه الدارك ويب. لأن الشيء الصادم واللي اكو هواي منكم ما يعرفوه، اكو ناس تحب تشوف هذه المشاهد وتتلذذ بيها، يحبون يشوفون عملية شق واستخراج اشياء من جسم الانسان، عملية نحر دم، هذه الامور يعشقوها عشق، ويدفعون فلوس ومبالغ قوية لهذه المواقع مقابل يشوفون هذه الفيديوهات. فهذا الشخص المصري اللي عايش بالكويت بعد ما يسجل مكالمة الفيديو والأم تقوم بهذه الفعلة وتشق ابنها منه وتطلع الأعضاء وهذه الأشياء، ياخذ الفيديو ويروح يبيعه بهذه المواقع، ويظل يستفيد منه مبالغ عالية من كل شخص يشاهد هذا الفيديو. وبالتالي الأم اللي تفعل هذا الشيء بابنها والشاب اللي موجود بمصر الوسيط كل شيء ما يحصلون، وما عندهم لا دليل ولا أي شيء ممكن يعرفهم بهذا الشخص ولا أي شيء ممكن يوصلهم الموقع لهذا الشخص اللي عايش بالكويت. وهنا هي الكارثة الحقيقية اللي لازم واحد يصفن لها. يعني لو فرضنا فرضيات انه هذه الام انسانة طماعة وجشعة وحبت تضحي بابنها مقابل المال، يعني انت كأم فعلتي هذا الفعل، ما فكرتي بينك وبين نفسك وقلتي زين شنو اللي يضمن لي هذا الشخص ممكن بعد ما اسوي هذا الفعل راح ينطيني فلوس؟ يعني حرفيا هذه الإنسانة اللي حاولت تسوي هذا الفعل بابنها اجتمعن بيها كل الصفات السيئة وياهن الغباء، لكن الحمد لله مليون مرة شاء رب العالمين أن يكتب عمر جديد لمحمد، ورجع الأحضان والده هو وأخته، والأم انحبست وباقي لها حسب ما وصلتني المعلومات أيام تتحاكم. الشيء الوحيد اللي أحب أقوله وأدعي بيه إنه الله يعين محمد لما يكبر ويعرف أمه شنو كانت ناوية تسوي بيه بسبب الفلوس. أريد منكم تساعدوني حتى نوصل هذه الحلقة لأكبر عدد من الناس حتى يتعظون وما ينجرفون وراء هذه الأفعال. اضغطوا لايك لهذا الفيديو وشاركوه وارسلوه لكل أصدقائكم، وأكيد انتظركم تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، واللي يحب القصص الغريبة والغامضة يشرفني ويشترك بالقناة حتى يوصل إشعار كل ما تنزل حلقة، ومع الاشتراك يفعل زر الجرس. قبل الختام هذه حساباتي الظاهرة أمامكم على الشاشة، إذا تحبون تتواصلون وياي وترسلوا لي أي قصة. ربي يحفظكم ويحفظ أولادكم ويبعد عنكم هذه الشرور وعن الناس اللي يحملوها. أشوفكم على خير إن شاء الله بقصة أخرى، في أمان الله.